السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مخبوزات وحلويات سعاد للمشاريع المنزلية. أتمنى إن شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم لاباس. جيتكم حبيباتين اليوم بوصفة رائعة من وصفات المشاريع، تقدروا تعتمدوها كمشروعكم، تقدروا ديروه بها وصفة لداركم اللي هي العجينة المورقة، لاباط فويتي. تقدروا ديروا بها الحلويات والمملحات في نفس الوقت. يعني الوصفه هذه وصفه محلات كما كنا نعتمدوها في المحل تاع الباتيسري تاعنا، يديروا بها وصفات حلوه ووصفات ملحه في نفس الوقت. هذه الوصفه ما نبدلهاش، يعني الله يبارك حنعطيها لكم. تقدروا ديروها كمشروعكم وتبيعوها هكا بالميزان اللي يحب يدير مشروعها، وتقدروا ديروا بها حلويات ومملحات وتبيعوهم ثاني كمشروعكم لما لا. شوفوا حبيباتي العجينه تاعنا تجي الله يبارك بزاف. يقول لكم العجينه المورقه بطريقه سهله، ما فيهاش بدون زبده التوريق، بدون التوريق. هذه حبيباتي ماشي عجينه مورقه. العجينه المورقه تاع الصح لازم يكون فيها زبده التوريق، ولازم فيها لازم يكونوا فيها ليتور، يعني التورق تاعها. لكن حنرضي الطرف، نعطيها لكم كما نقولوا على الطريقه التقليديه، الطريقه تاعها الاصليه، فيها زبده التورق وفيها الليتور تاعها. لكن نعطيها لكم باسهل طريقه هكا، تقدروا كامل تعتمدوها وديروها. صدقوني ما فيها حتى تعب، ما فيها حتى مجهود. في نص ساعه تكوني كملتي لاباط فيتي تاعك وتحتفظي بها في المجمد الوقت اللي حبيتي تحتاجيها. هنا اول حاجه حبيباتي واش كنت درت في الريسيبي تاعي، كنت درت كيلو تاع الفرينه، درت 18 غرام تاع الملح، ودرت 54 غرام تاع الزيت. درت هنا مغرف كبيره تاع الخل كما شفتوني، ونبدا ندير في الماء تاعي. قلت لكم فيها كيلو تاع الفرينه، فيها 18 غرام تاع الملح، فيها 54 غرام تاع الزيت، وفيها مغرف كبيره تاع الخل. هذه هي. هنا حنطم العجينه تاعي بالماء. هنا كنت مع الاول درت 440 450 هكذاك بالتقريب تاع الماء. هي نورمالمون كل كيلو تاع الفرينه يقابلها 500 غرام تاع الماء، يعني نص تاعها. لكن على حسب الفرينه كالعاده نديرو غير بشويه ونشوفوا. انا كنت هنا درت 400 غرام تاع 420 غرام تاع الماء، ورايحه نشوف اذا خصتني راح نزيد، يعني حنزيد بشويه. قلت لكم تبعوني حبيباتي. الوصفه هذه راح ندير لكم بها عفوا ندير لكم بها المملحات وحلويات، ندير لكم بها الملفي، لي طارت فلو، راح ندير لكم بها جالوزي، ندير لكم بها البيتزا كوفر ولا الكوكا. يعني فيها بزاف، واش حبيتي ديري بها، سواء حاجه مالحه ولا حاجه حلوه تقدري ديري بها، تصلح الكامل الحلويات والمملحات. هذه هي بوصفه واحده ديري واش حبيتي. هنا طميت العجينه تاعي، قلت لكم حتى تحصلت على العجينه تكون متماسكه. لاباط فيتي تاعكم لازم العجينه تاعها من الاول ما ديروهاش طريه بزاف، تكون حاكمه روحها كما راكم تشوفوا، تكون حاكمه روحها وتكون طريه شويه. فوالا. نغطيها، نخليها في كيس بلاستيكي، نخليها في الثلاجه حوالي ترتاح حوالي 10 دقائق، نعاود نولي ليها. كما قلت لكم حبيباتي بزاف من الناس يقولوا لكم عجينه مورقه بدون زبده التوريق، عجينه مورقه بدون توريق، عجينه مورقه. من اين هذا حبيبتي؟ نعرف بالعجينه المورقه الاصليه حبيبتي لازم تكون فيها زبده التوريق، ولازم يكونوا فيها ليتور. كاينين بزاف اللي صعبوها لكم سورتو في ليتور تاعها. انا هنا راح نسهلها لكم ونعطيها لكم بابسط طريقه. هذه يعني حرض الطرفين، حنعطيها لكم زبده التوريق كيما الوصفه الاصليه تاع المحلات، هنعطيها لكم بليتور تاعها، ومام ثانيه حنسهلها لكم، مش حنصعبها عليكم في التورق تاعها. هذا ما كان. فوالا. هنا جبت المارغرين التوريق تاعي 500 غرام، كنت هنا حطيتها في ورقه طهي كما راكم تشوفوا، غلقت عليها وبديت نفتح بها في الحلال هكذاك باش تساعدني كي نحطها في العجينه تاعي. هذه هي. لازم تكون بدرجه حراره الغرفه، ما ديروهاش في الفريجيدار باش تعرفوا بلي العجينه عفوا زبده التوريق تكون شويه يابسه، ما تكونش تلقى روحها، الوغ راح تزيد تصعبها عليكم الا درتوها في الفريجيدار. هنا كنت حطيت العجينه تاعي بعد ما كانت ارتاحت لي، رشيت عليها الفرينه من تحت ومن الفوق، نبدا نحل فيها بالحلال. هذيك اول خطوه، نحلوها بالحلال عادي، تحلوها على شكل مستطيل باش نديو لها زبده التوريق تاعها. مع الاول هنا كما نقولون نفتحوها السمك تاعها عادي حوالي واحد سنتيم، نفتحوها مستطيله، تكون ضعف تاع زبده التوريق. فوالا كما راكم تشوفوا باش نقدروا نغلقوا عليها. هذه هي. فوالا كما راكم تشوفوا هنا نكيل ونشوف. هنا كي درت زبده التوريق تاعي فوالا حطيتها، نسويوها مليح، نحطوها كنسيكو باش نعبزوا عليها فوق لاباط تاعي باش تحكم روحها، ومن بعد نحطوا فوقها الجهه الاخرى نغلقوها كيما الكتاب عادي. هذه هي.
فوالا ما فيهاش حاجه صعيبه، ما فيهاش لا خطوات لا نقولك ترتاح. انا كنت درتها ديريكتومون ما خدتهاش كامل ترتاح، ليه نص ساعه كنت عجنت العجينه ودرت التورق تاعها وقطعتها وكلش ليه به كانت واجده. هذه هي فوالا كيما شفتوني كنت غلقتها كيما الكتاب، عبصت عليها مليح كامل، غلقت على الاطراف كامل تو غلقت عليها. ونبدا نبدا نفتحها. فوالا دورتها، رشيت عليها شويه تاع الفرينه ونبدا نخبط فيها مع الاول. ما تحلوهاش عادي باسكو المارغرين تاعكم هذيك راح تخرج لكم. سيو كيفاش هكا ديروا طبطابات تخبطوا بالحلال برك. فوالا تخبطوا ومن بعد تفتحوا شويه شويه. فوالا كما راكم تشوفوا. هنايا نغلقها نجيب الفوقانيه للوسط ونجيب التحتانيه للوسط. هذه هي نغلقها على 3 كما راكم تشوفوا حبيباتي. هنا مازال ما بدينا التورق تاعها، هنا كنا برك كما نقولوا مع الاول كنا سويناها على الغلقه تاعها برك، مازال كامل ما بدينا نديرو في التورق تاعها. فوالا حبيباتي مع الغلقه الاولى هذيك ما تحسبش. دوك نبداو لي تور تاعها. كيفاش نبداوهم؟ شوفوا كيفاش دورت العجينه تاعي. الجهه المغلوقه تجي من الجانبين والجهه المفتوحه تجي من الفوق ومن التحت. هذه هي بالنسبه حبيباتي لي تور تاعها حاجه سهله مهله، فيها 5 تور سامبل. واش معناتها 5 تور سامبل؟ نفتحوا العجينه بالطول نغلقوها على 3 نعودوها 5 خطرات. هذا ما كان حاجه سهله مهله كما يقولون، نوضحوها كامل للمبتدئات واللي ما يعرفوش لاباط فيتي. قلت لكم العجينه تاعنا واش فيها 5 تور سامبل. 5 تور سامبل. واش معناتها 5 تور سامبل؟ نفتحوها بالطول بالحلال وما نغلقوها على 3 معناتها هذاك هو التور تاعنا. هذه هي. ما كان اللي صعبه كنقول لكم دو تور دوبلي ودو تور سامبل وزيدوا لها واحد سامبل، هذاك ما تسمعوش كامل الهضره هذه. قلت لكم هذه العجينه المورقه تصلح للمملحات، تصلح للحلويات، واش ما حبيتي ديري بها ديري. فيها 5 تور سامبل. شوفوا حبيباتي كنت فتحتها بالطول غلقتها على 3، جبت الفوقانيه للوسط والتحتانيه للوسط. هذا ما كان، هذا هو التور تاعنا. هذا التور نعاودو 5 خطرات. هذا ما كان، هذا هو التور الاول. كما قلت لكم نعاودو نقلبوها. الجهه المغلوقه تجي من الجانبين والمفتوحه تجي من الفوق ومن التحت. مره على مره نستعين نرش بالفرينه باش ما تلصقليش العجينه تاعنا. ونفتح العجينه تاعي نفتحوها بالطول نغلقوها على 3 كما راكم تشوفوا. شوفوا حبيباتي نفتحوها بالطول بالحلال، ما تعطوهاش كامل العرض، فتحوها غير بالطول كما راكم تشوفوا. نفتحوها بالطول نغلقوها على 3. هذا هو التور تاعنا. ما حاجه صعيبه. كاينين بزاف اللي يتخوف من العجينه المورقه وكيفاش ندير لها وما نعرفش لي تور ما نعرفش هكذا وكيفاش بالك نغلط بالك خليها ترتاح. لا شوف فتحتها بالطول غلقتها على 3، الفوقانيه للوسط والتحتانيه للوسط. هنا درت دو تور بقاو لي 3 بنفس الطريقه. ندورها المغلوقه من الجانبين والمفتوحه من فوق ومن تحت. هذيك الجهه المفتوحه تلقاوها من فوق ومن تحت باش ما تلف لكمش. هذا ما كان. نزيدو نحلوها مره على مره نديرو الفرينه نحلوها بنفس الطريقه. قلت لكم حاجه سهله، درتها لكم بالطريقه الوصفه الاصليه، وصفه المحلات، وصفه التقليديه بالمارغرين التوريق بليتور، وممطو ثاني سهلت لكم في التورق تاعها. ما حاجه صعيبه ما والو. تفتحوها بالطول كما راكم تشوفوا حبيباتي، ما تعطوهاش كامل العرض، فتحوها غير بالطول بالحلال. تجيكم حاجه سهله. انا ما خليتهاش كامل تريح. اللي حبت تخليها تريح مره على مره تخليها تريح، اللي ما حبش تخليها دير ديريكتومون كما درت انا. فوالا شوفوا العجينه تاعنا ما فتحت، ما خرجت المارغرين، ما تعوجت. شوفوا كيفاش راهي شابه هايله الله يبارك. ما من المارغرين هذيك ما خرجت لكمش، ما خرجت لا من الاطراف ما خرجت من الوسط ما حتى حاجه. شوف هذا التور الثالث فتحتها غلقتها على 3، الفوقانيه للوسط والتحتانيه للوسط. فوالا هنا تحصلت على 3 لتر. بقاو لي 2 نفس الطريقه حبيباتي. قلت لكم برك ملاحظه، هذوك الجهه المغلوقه كما تكون من الجانبين على اليمنى واليسرى، والجهات المفتوحه تكون من فوق ومن تحت. هذا ما كان. نكمل بنفس الطريقه. التور تاعنا الرابع هذا راح نديروه، هذا هو التور الرابع. نفتحوها بالحلال ونغلقوها. يبقى لنا التور الاخير. قلت لكم حاجه سهله، غمضه فرمشه عين ولا في غير هكا في نص سويعه وانت درتي لاباط فيتي تاعك، وتقدري ديريها كمشروعك، تقدري تعتمديها وديريها في الفريغو تاعك وتخليها في المجمد، يعني الوقت اللي حبيتي ديري بها تجبديه وديري تجيك حاجه سهله. شوفوا هذا التور الرابع فتحته وغلقت على 3. حاجه سهله واحد ما يصعبها عليكم. شوفوا حبيباتي الجهه هذه المغلوقه راهي من الجانبين، والمفتوحه هذيك من فوق ومن تحت.
هنا بقى لي غير التور تاعها الاخر، التور الخامس. هذا ما كان، وتكون العجينه تاعكم واجده، ديروه بها واش حبيتو. قلت لكم الفيديو هذا سهلته وبسطته للناس اللي تخاف العجينه المورقه، اللي تقول لك جامي درتها، للمبتدئات، اللي حب يديرها كمشروحه، اللي حبت تعتمدها وديرها لدارها، دير بها حلويات ومملحات. يعني هذه العجينه ديرها كما نقولوا في عينك وغمضي عليها. وصفه ما تبدليهاش باي وصفه اخرى. هذه هي حبيبتي. شوفوا حبيباتي هذا التور الاخر، فتحتها بالطول كما راكم تشوفوا. العجينه تاعنا راهي شابه، اغلقتها الفوقانيه للوسط والتحتانيه للوسط، حصلت على التور الاخير وهو التور الخامس عفوا. هذه هي 5 تور سامبل. هذه هي العجينه تاعنا، ما فيها حتى صعوبات. كاين بزاف اللي صعبوها للناس ويقولها ديري هك وديري هك. هذه هي. شوفوا هنا كنت حنقطعها، تحبوا ديروها كما شرحكم وتقطعوها، حبيتوا على زوج، حبيتوا على 4، توزنوها بالميزان، تغلفوها بابي فيلم وتبيعوها. نتوما حبيتي، كاين اللي يبيع الكيلو ب30,000، كاين اللي يبيعوا فوالا بالمرصوص، سواء جاك في هرطل زعما كي تقطعيها على 4 توزني بالمرصو هكا. الا جاك في هرطل شوفي انتي تقدري تبيعيها 15,000 حتى 20,000 انتي وما حبيتي. شوفوا كيفاش تجي، الله يبارك، تجي مسويه، تجي هايله. التورق تاعها راه باين، راهي مرقه ما شاء الله، الله يبارك. العجينه هذه كيقول لكم ديروا بها اللي درت بها، راح ندير لكم ان شاء الله بها الملفاي، راح ندير لكم بها لي طارت فلو، راح ندير لكم بها جالوزي، راح ندير لكم بها البيتزا كوفر ولا الكوكا. قلت لكم يجي التورق تاعها تقول كي تاكلي في القفريط، تجي هايله ومبسه ومقرمشه ومورقه، الله يبارك. هذا ما كان حبيباتي. نهار اليوم عطيت لكم الوصفه تاع العجينه المورقه، سهلتها لكم وبسطتها لكم بابسط طريقه. ما تنسونيش برك حبيباتي بالجام هكذا باش يوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن من الناس. ما تنسونيش بالاشتراك في القناه هكذا باش يوصلكم كامل جديد تاعي. فوالا، ونتمنى ان شاء الله تابعوني في الفيديوهات القادمه. ان شاء الله حنعطيكم وصفه بوصفه. قلت لكم الوصفات الحين كامل نعطيهم لكم واش تقدروا ديروا بهذه العجينه، والاختيار يولي لكم. هذه هي هكا حبيبتي. بعد ما غلفتيهم تحبي تبيعيهم كمشروعه، كيجيك حاجه سهله وفيها يعني ربح، تحبي تحطيها في المجمد. ثاني الوقت اللي حبيتي تجبديها خليها ديكونجلا حوالي نص ساعه، خدمي بها ما حبيتي. حبيت نخلط عليكم وندير لكم في فيديو واحد كامل الوصفات، والعجينه هكا تتلف لكم وتولي صعيبه عليكم. لا قلت لكم العجينه هي الاولى. شفتوا بلي حاجه سهله ما فيهاش كامل المكونات، ما فيهاش صعوبه في اليتور تاعها. ومن بعد ان شاء الله حنعطيكم وصفه بوصفه هكذاك باش رايحين ان شاء الله ديروهم كمشروعكم ولا رايحين تعتمدوها في ديالكم كوصفات لولادكم. شوف حبيباتي كيفاش تجي العجينه تاعنا، التورق تاعها راه باين. العجينه تاعنا ما راهيش خارجه منها مارغرين، راهي شابه، كل وحده راهي مغلفه. وهذه هي الوصفه تاعنا. نلقاو ان شاء الله في فيديوهات قادمه مع الوصفات تاع العجينه المورقه. نقولكم تهلاو في روحكم، مع السلامه.